ده الشخص اللي بيتقال عليه hopeless romantic، رومانسي حالم زي ما قلنا، وبيشوف إنه علاقة الحب الحقيقي لازم تبقى intense و dramatic، يعني فيها مشاعر قوية وحادة. dramatic هنا أو يعني الدراما هنا مش بمعنى نكد، دراما بالمعنى الفني، يعني فنيا لو كل حاجة عادية وطبيعية وهادية وسلسة ومملة مفيش قصة، مفيش رواية، مفيش فيلم، مفيش دراما بالمعنى الفني. ده الشخص اللي من وهو صغير بيحلم يعيش قصة حب زي الأفلام والروايات بالإنتنسيتي كده بتاعت سيدني كارلتون في A Tale of Two Cities أو جاك دawson في تايتانيك، بس بنهاية سعيدة من غير ما البطل يموت في الآخر. الموضوع ده دايما في حاجتين بيفكرني بيهم هشوف لو ينفع نحطهم في الاديتنج تبع الفير يوز دكترين، يعني لو حقوق النشر تسمح. الأولانية هي حتة من أغنية لشادية. عايزة حياتنا تكون على طول مشحونة عواطف، جد وهزل ورعد وبرق وريح وعواصف. دي كانت حتة من أغنية فارس أحلامي لشادية، كلمات مرسي جميل عزيز. هي بتقول فيها عايزة حياة مشحونة عواطف، وعايزة علاقتهم يبقى فيها رعد وبرق وريح وعواصف ونور ونار، وكل الحاجات دي تملى فراغ ليل نهار. والحاجة التانية حتة من حوار في مسلسل لا تطفئ الشمس. في المسلسل أختين إنجي وآية، وبيتكلموا في المشهد ده عن واحد بيحب إنجي عايز يتجوزها. وطبعا امه كلمت امك، وامك كانت قايله لها ان احنا بنفطر هنا، وهي كلمته وقالت له قال ايه صدفه ان احنا قابلناه. او ممكن كان يبقى طالع البنك فعلا. انت بجد مصدقه الكلام ده؟ يا بنتي الواد ده ما عندوش ولا شغله ولا مشغله غير ان هو يفضل يتقص عليا كده من اي حد. ايوه انجي بيحبك. ايه ده؟ انت بجد مصدقه ازاي؟ يا بنتي دي حتى تبقى قصه هابطه جدا يعني. واحد غني وحليوه وحب بنت صاحبه امه ويعيشوا بقى مع بعض في تبات ونبات. فين المشاكل؟ فين الصراعات؟ فين الاستحاله؟ شفتي بقى اني ما ينفعش ابقى مع شادي. الو، امتى بقى هتبطل التنفيذ المستفز بتاعك ده؟ انت عارف ان الحركه دي بتعصبني. دي كانت اللقطة بتاعت المسلسل. الحوار ده كتابة تامر حبيب، والمسلسل مأخوذ عن قصة إحسان عبد القدوس. زي ما سمعتوا كده، فين المشاكل، فين الصراعات، فين الاستحالة. وزي ما سمعتوا برضو في آخر حتة التليفون بيرن وهي بترد على الشخص اللي هي بتحبه ومرتبطة بيه، وبتقوله انت ليه مش بترد عليا وانا بكره طريقتك المستفزة دي. وشخص علاقتها بيه كلها دراما ومليانة استحالة.